بنتواصل معكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا دلوقتي فريق النادي الاهلي بيأدي تدريبه الرئيسي على الملعب الفرعي طبعا لمدينه رادس او الملعب الرئيسي لرادس. وفي هذه اللحظات يسعدنا ان يكون معنا الكابتن هادي خشبه مدير قطاع كره القدم بالنادي الاهلي. كابتن هادي، يعني خلاص الاهلي بيأدي تدريبه الاساسي والمباراه مقبل على خلاص ان شاء الله بقى 48 ساعه استعداد الفريق واخر الترتيبات لهذه المباراه الهامه، مباراه اهلي بنغازي في بطوله افريقيا. الحمد لله منذ وصولنا لتونس والامور كلها الحمد لله على ما يرام. تم استقبالنا من قبل المسؤولين بفريق اهلي بنغازي استقبال مشرف جدا في مطار قرطاج، وبالتالي تم نقل الفريق الى مكان الاقامه، مكان الحمد لله مناسب جدا. ويعني كان فضل الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف ان هو اجراء التدريب الاولاني في ملعب قريب من الفندق، يعني حتى تستنى اللاعبين ان هم ياخدوا قسط من الراحه وافل، لان هم طبعا شاركوا في مباراه داخليه قبلها بيوم. والحمد لله كان نسبه اللعيبه اللي عملت الاستشفاء في اليوم التدريب وعملوا حاجات علاجيه كويسه بحيث ان هم قدروا ان هم يستعيدوا حيويتهم مره اخرى. وبدانا النهارده تعتبر اليوم البدايه الحقيقيه للاستعداد لماتش اهلي بنغازي في ملعب الفرع السيد رادس. واللعيبه الحمد لله شايفينها من الصبح، يعني الحمد لله الوجوه يعني متاهبه جدا للمباراه وفي روح عاليه جدا للفريق، لان بطوله افريقيا دي بالنسبه لنا بطوله في غايه الاهميه. اخر الترتيبات من خلال القنصل المصري هنا متواجد في السفاره القنصل محمد محمود، والترتيب مع اهلي بنغازي، ايضا الترتيب الامني للبعثه منذ ان وصلت هنا الى تونس. الحمد لله السفاره طبعا من المطار موجودين وفي استقبالنا ومعانا على طول في مكان الاقامه. بنرتب النهارده اجتماع مع مسؤولين الامن هنا، بتواجد الكابتن محمد مرجان المسؤول الامني لقطاع كره القدم موجود معاهم، هيبتدي يشوف الاجراءات اللي هتتم ايه في المباراه بالنسبه للشكل التنسيق الامني، سواء للجمهور اللي جاي من مصر او للجمهور المصريين اللي متواجدين هنا، بالاضافه الى سعه الاستاد ومكان دخول الجمهور وخروجه، وايضا يعني تامين البعثه منذ الوصول حتى المغادره. بالاضافه بكره هيبقى في الاجتماع الفني للفريقين اللي هو بيبقى مشاركه المراقب المباراه والحكام، بحيث يبقى كل الاجراءات والاجراءات الخاصه بالناحيه الاداريه والفنيه في المباراه تكون استكملت قبل المباراه ان شاء الله. على مستوى الفريق نطمن منك كابتن هادي، وشايف فريق الاهلي بيواجه اهلي بنغازي في التوقيت ده الحالي بعد مباراه الداخليه في الدوري العام، شايف الاستعداد ازاي واللعيبه بتتكلم في ايه وحضرتك بتتكلم مع الجهاز؟ ادي كده الصوره وطمن الناس قبل مباراه اهلي بنغازي. والحمد لله يعني يمكن دائما لما فريق النادي الاهلي بيبقى بيصيبوا بعض المشاكل شويه نتيجه النتائج المعاكسه، ده بيتحول على طول الى رد فعل ايجابي مش رد فعل سلبي، بحيث ان يبقى في دوافع عند اللاعبين جديده لتحقيق مكسب، دوافع لاثبات القدره واثبات الحفاظ على اللقب، ومحو الصوره الذهنيه بتاعت النتائج السلبيه اللي فاتت. وايضا برضو بناخد منها انطباع جيد ان اللعيبه دائما لعيبه النادي الاهلي انها لعيبه بطولات وتقدر تقف على رجليها في وقت سريع جدا، وده اللي احنا شغالين معاهم عليه برفع الروح المعنويه ودخولهم في المباراه بكل تركيزهم وكل تفانيهم لمصلحه النادي الاهلي، وده اللي شغالين فيه. واحنا عارفين ان المباراه اللي فاتت كانت ليها دور سلبي، ولكن الدور الايجابي بتاعها ان كمستوى فريق جماعي باضاعه الفرص ووجودك على مرمى المنافس بشكل كبير، ده في حد ذاته حاجه ايجابيه. اما النتيجه دي طبعا رغم انها سلبيه الا ان ممكن تدينا دوافع جيده. فاللعيبه بشكل عام الحمد لله الاصابات محدوده جدا، حاجات بسيطه جدا كدمات حاجات من المباراه، لكن بشكل عام الفرقه حالتها كويسه. جده يمكن كان في موضوع اسنان وده الحمد لله ابتدى دلوقتي يشفى منه تماما، ومجموعه اللاعبين موجودين معانا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم وفي الجهاز الفني ان احنا ان شاء الله نقدم مباراه كويسه. هادي اختم معاك واسالك بقى، فريق اهلي بنغازي فريق عربي ليبي شقيق طبعا وبيقوده الكابتن طارق العاشر مدير فني مصر وعارف كل كبيره وصغيره، والنهارده حتى كان فريق الترجي التونسي كان في فندق اقامه الاهلي وكان بيغادر رايح مالي وبيتكلم عن بطوله افريقيه وبيقول ان فريق الاهلي من الفرق الكبيره ممكن بيبدا بتعثر لكن في النهايه هو اللي بياخد البطوله. فشايف المواجهات وشايف الكلام ده ممكن يبقى شايف ازاي قبل ماتش اهلي بنغازي؟ احنا الحقيقه اتفرجنا على الفريق في مقابله مع تشيلسي الغاني
وشفنا ايه نقاط القوة والضعف بتاعتهم. والنهارده اللعيبة هيتفرجوا على المراكز بتاعت كل لعيب ومين العناصر المؤثرة في فرقتهم. اكيد هو فريق محترم، فريق جيد، فريق ليه سمعته ومكانته في ليبيا، ومعاه جهاز فني على اعلى مستوى، الكابتن طارق العشري. ولكن طبعا اكيد في نقاط ممكن من خلالها ان احنا يعني نتساعد اللقاء ونقدر ان احنا نحقق مكسب باذن الله خارجي يساعدنا في مباراه العوده. والحمد لله يعني الامور ماشيه في تونس كويس، ونتمنى ان شاء الله يتم في مباراه العوده كل الاجراءات اللي تساعدنا ان احنا نحقق المكسب، لان احنا شغالين من دلوقتي كمان مع اداره النادي في مصر، بحيث الماتش العوده يكون في استاد القاهره في يوم 29 الساعه 7 مساء. وبعتنا كل الخطابات بتاعتنا للاتحاد المصري، وعلى اساس ان هو يخاطب الجهات الامنيه المعنيه بحيث ان هم يدونا قرار نهائي في مساله المباراه، عشان ما يحصلش زي المباراه بتاعت يانج افريكان لغايه اخر وقت في الاخر ومش عارفين الماتش هيتلعب فين، لغايه ما لعبنا الماتش في استاد الماكس. فالحقيقه نتمنى من الجهات الامنيه انهاء كل الاجراءات الخاصه بالموافقات، يعني حتى نتمكن من استكمال المسيره ان شاء الله. شكرا. اذا ده كان لقاءنا مع الكابتن هادي خشبه مدير قطاع كره القدم، والحديث طبعا عن فرقه النادي الاهلي والاستعداد لهذه المباراه الهامه، مباراه اهلي بنغازي. لكن في هذه اللحظات عايز اقول لكم ان الفريق بيأدي التدريب الرئيسي هنا على الملعب الفرعي لاستاد رادس. كان المفروض ان التدريب يكون على ملعب الجامعه التونسيه او الاتحاد التونسي لكره القدم، لكن طبعا لسوء ارضيه الملعب واتفاق كابتن سيد طبعا وواصل هنا الملعب رادس عشان يشوف جاهزيه الملعب، لقى الملعب جاهز، وبالتالي الفريق بيتمرن هنا على ملعب استاد رادس للتجهيز لهذه المباراه. وغدا هيكون التدريب ان شاء الله ملعب المباراه ملعب الشاذلي زيتون استعداد لمباراه اهلي بنغازي.